تخيل لو صحيت النهاردة ولقيت نفسك حققت كل حاجة حلمت بيها. كلها. مش حاجة ولا اتنين، لأ، كل حاجة. الشغل اللي نفسك فيه، الفلوس اللي كنت بتتمناها، البيت اللي رسمته في خيالك، العلاقة اللي كنت بتدعي ليها. كل حاجة بقت موجودة. السؤال مش ازاي وصلت لكده، السؤال ايه اللي هيحصل بعد كده؟ ايه اللي بيحصل للإنسان لما ما يبقاش عنده حاجة يسعى ليها؟ هل دي هتبقى الجنة ولا هتكون حاجة تانية خالص؟ هل فعلا القمة هي أجمل حاجة ولا ممكن تكون بداية النهاية؟ ده اللي هنعرفه بعد الانترو. تخيل إنك طول عمرك شغال على هدف واحد كبير، بقالك سنين بتفكر فيه، بتتعب عشانه، يمكن سهرت وضحيت عشان توصله، وكل ما تتعب بتقول لنفسك مش مهم التعب، المهم إني أوصل. والنهاردة أنت وصلت. أول شعور هتحسه هو النشوة، الإنجاز، اللحظة اللي بتستحق كل التعب. كل حاجة حواليك بتبقى زي ما تمنيت بالظبط. الناس حواليك مبسوطالك ويمكن زعلانة كمان، لكن أنت في القمة ولسه بتتخيل إن ده إحساس هيفضل معاك طول العمر. لكن هل فعلا الإحساس ده بيفضل موجود؟ ولا في حاجة بتتحرك جواك من غير ما تحس؟ في علم النفس في حاجة اسمها الاكتئاب بعد النجاح. أكتر ناس مشهورة بيه اللي بتحقق حلم كبير فجأة، وبدل ما تفضل فرحانة بتلاقي نفسها في حالة فراغ غريبة. انت طول عمرك كنت شغال على هدف، وكل طاقتك وتركيزك كان في اتجاه واحد، ومخك كان بيشتغل على طول عشان يوصله. لكن فجأة مفيش حاجة محتاج تشتغل عليها، مفيش عقبة قدامك، مفيش حاجة تخليك تصحى الصبح عشان تحلها. تخيل إنك بتلعب لعبة فيديو وخلاص خلصت آخر مستوى فيها، خلصت اللعبة. إيه اللي بتعمله بعد كده؟ صحيح أنت تقدر ترجع تلعب تاني، لكن مش هيكون بنفس الإثارة، أصل أنت كده كده عارف النهاية وأنت اللي كسبت. تعال نفكر شوية. إمتى آخر مرة حسيت فيها إنك عايش بجد؟ غالباً مش وقت الراحة، غالباً وقت التحدي، وقت ما كنت بتفكر إزاي تطلع من مشكلة، إزاي تحل أزمة، إزاي تثبت نفسك. اللحظات اللي بنفتكرها بعد كده مش لحظات الوصول، لكن لحظات التعب اللي سبقت الوصول. الرحلة هي اللي بتملى حياتنا، مش المحطة الأخيرة. في نظرية بتقول إن الإنسان مخلوق عشان يسعى. السعي نفسه هو جزء من تكويننا. لو وقف السعي هنحس إننا بنموت وإحنا أحياء. تخيل لو ما بقاش في حاجة تقاومك، ما بقاش في حاجة توجعك أو تخليك تفكر، هل أنت لسه هتحس إنك موجود؟ الناس اللي وصلت للقمة في منهم ناس كتير انهاروا، مش عشان النجاح وحش، لكن عشان ما فهموش إن الإنسان محتاج دايما حاجة يعملها. في ممثلين مشهورين الملايين عارفينهم، حققوا كل اللي نفسهم فيه ولقوا نفسهم في حالة اكتئاب رهيب. ليه؟ عشان ما بقاش في دور محتاج يمثلوه، ما بقاش في شخص محتاج يثبت له نفسه، ما بقاش في حاجة تخاف من الفشل فيها. الخوف من الفشل ده مش حاجة وحشة، ده أحياناً هو اللي مخليك حي. الفشل نفسه هو اللي بيعلمك إنك لسه بتتحرك. لما تبقى في قمة الجبل ومفيش حاجة فوقك، الطريق الوحيد الباقي قدامك هو إنك تنزل. لو حققت كل أحلامك هتلاقي نفسك في حاجة اسمها ملل القمة. ملل غريب، ملل مش بسبب إن مفيش حاجة تعملها، لكن بسبب إن كل حاجة ممكن تعملها بقت خلاص ملهاش معنى. انت كنت نفسك في البيت الفلاني، تمام، بقى عندك. كنت عايز الفلوس الفلانية، خلاص بقت في حسابك. كنت عايز الشخص الفلاني، خلاص بقى معاك. بعد كده ايه تاني؟ ساعتها انت بتحلم من تاني، بس المرة دي هتحلم بحاجة أصعب، حاجة ما تتحققش بسهولة، عشان بس تحس انك لسه عايش. المشكلة انك لو ما عندكش حاجة أصعب تحلم بيها، ساعتها ممكن تبدأ تبحث عن الألم مش عن المتعة، عشان الألم ده بس هو اللي هيفكرك إنك لسه عايش. يمكن تستغرب إن في كل حلقة جديدة
بحاول أوضح لك إن الحياة بتفقد معناها لما يحصل حاجة أو تختفي حاجة. لكن ده ما لفتش نظرك لحاجة؟ ربنا خلقنا بطريقة متوازنة جدا. حياة كل واحد فينا متوازنة بحيث يكون ليها معنى، بالرغم من كل العيوب والمشاكل اللي احنا شايفينها. بالعكس، العيوب والمشاكل دي مش مجرد عيوب، دي هي اللي بتملى حياتنا، دي اللي بتخلينا كل يوم نصحى بدافع، كل يوم نحس إن لسه في حاجة مستنيانا. تخيل لو ما كانش في حاجة وحشة في الدنيا، ما كانش في وجع ولا تعب ولا فشل، ساعتها إحنا هنبقى موجودين عشان نعمل إيه أصلاً؟ ولا هنكون زي روبوتات مبرمجة عايشة من غير إحساس؟ يمكن المشكلة مش في إنك توصل لكل أحلامك، المشكلة في إنك ما يفضلش معاك ولا حلم ولا هدف تاني. أنا عايزك تفكر لحظة، مش في أحلامك اللي عايز تحققها، لكن في الصعوبات اللي بتواجهك دلوقتي، لأن دي بالظبط هي اللي بتثبت إنك لسه حي. لو عجبتك الفكرة، شاركني في التعليقات، إيه الحلم اللي خايف لو حققته تفقد معنى الحياة؟ واشترك في القناة عشان كل يوم نتخيل سوا حاجة تخليك تفكر.